السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد على قناتي وقناتكم مطبخ توفا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وبتمام الصحه والعافيه. اليوم باذن الله غنشارك معكم ضمن معسلات الدقيقه الاخيره صغار وبريوات بعقده الكاوكاو بدون زنجان وبلا ما زهر وبلا بيض بصلصه الكراميل اللي كتزيدها مذاق لا يقاوم. تزيدوهم في التشكيله ديال المعسلات ديالكم خلال شهر رمضان، ما كياخذوش نهائيا وقت في التحضير ديالهم. ممكن تحضروهم في الساعه الاخيره كيف ما كنقولوا ديال الدقيقه 90 مع جميع النصائح وكل المعلومات والتقنيات اللي غتحتاجوها باش ينجحوا معكم من اول تجربه. كيجيو معلكين وكيذوبوا في الفم. غنشارك معكم ايضا ثمن البيع والكميه اللي كتخرج ليا وكذلك طريقه الاحتفاظ بهم باش يبقاو معكم لاطول مده. فنبغي نذكركم الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي فهذه دعوه لكم باش تسجلوا اشتراككم في القناه وتفعلوا كذلك زر الجرس وخاصيه الكل باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. فنخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. فعلى بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. غادي نبداو بتحضير صلصه الكراميل. فغنحتاجو هنايا الكاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام. غادي نحطوه في مقله ونخليوه على نار مهيله حتى يتحول لنا الكراميل. كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى نحرك غير المقله، ما كنحركش بالمعلقه حتى كيذوب ليا السكر. اهم حاجه هي تنقصوا العافيه باش يذوب لكم على مهل وما يتحرقش لكم. ما كتحول لنا الكراميل فكنضيفوا هنايا 50 غرام ديال الزبده ما يعادل معلقه كبيره. من بعد هنايا كنضيف راس معلقه ديال الملحه هكا باش كنكسر ديك الحلاوه اللي كتكون في الكراميل ومكيبان ليا المذاق ديال النكهه ديال الكراميل. صافي كنخلط كلشي مزيان. من بعد هنايا كنضيف البنات كاس ديال الكريمه السائله اذا كانت متوفره. سينو البنات ممكن تعوضوها بكاس ديال الحليب. انا ديجا خدمتها معكم بالحليب، خدمتها معكم حتى باليوغورت، وخدمتها معكم حتى بالشوكولاته البيضاء. يعني درت معكم انواع كثيره ديال صلصه الكراميل، وهاد المره خدمتها معكم بالكريمه السائله. ودائما كتخدموا بداك الشيء اللي متوفر عندكم في المطبخ ديالكم. صافي كنبقاو نحركوها البنات حتى كتطلع فيه الغليه. ملي كتطلع فيه الغليه صافي كنخويوه في زلافه ولا في اناء ونخليوه على جنب. في حاله ما الا تكتلت لكم الا تكتلات هاد الكريمه السائله فكدوزوه في الميكسور حتى كترجع لكم كريميه وصافي كتخليوها على جنب. هنايا كنمشيو كنوجدوا الكاوكاو ديالنا. انا خديت البنات نصف كيلو من الكاوكاو البنات كنحمروا في الفران. انا ما زدت له لا زيت لا حتى حاجه، ولكن الا بغيتوا تزيدوا ليه معلقه ديال الزيت فممكن بطبيعه الحال، او لا تقليوه حتى الا قليتوه راه كيجي بنين بزاف. صافي اهم حاجه البنات هذه اللي غنركز لكم عليها هي الكاوكاو. فاش تبغيو تحمروه ردوا معاه البال، يعني تحمر ما تحمرش بزاف. انتما كيف كتشوفوا كيبقى اللون ديالو ذهبي مفتوح باش ما يتحرقش لكم، لانه باقي غادي نقليو البريوات ديالنا باش ما تجيناش هاد العقده مره. صافي البنات من بعد البنات كناخذو كنبقى نطحنو في الطحانه حتى كيرجع ليا بحال الباط هكا، يعني حتى كيتطحن ليا مزيان، يعني حتى كيبدا يخرج الزيت ديالو. ما غاديش نخليوه بطبيعه الحال حتى يتحول لينا زبده الفول السوداني، يعني كيبقى باقي شاد في راسو، ولكن المهم كيتطحن مزيان. هاد الكاوكاو من الافضل تاخذوه من الاول بلا قشره. انا كان عندي بالقشره ديالو فزودت له القشره ديالو عاد باش طحنته. هذه هي صلصه الكراميل اللي وجدت معكم. شوفوا كيف كتجي كتحمق البنات، كتجي في المذاق ديالها لذيذه بزاف، وحتى في المنظر ديالها كتجي كريميه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهاد العقده الكاوكاو هاد الكريمه راه كتزيدها واحد المذاق البنات رائع جدا، وكتبان النسمه ديالو في هاد العقده. صافي كنزيدو هنايا 2 معالق يكونوا كبار ويكونوا عامرين مزيان لهاد العقده. بالنسبه لنصف كيلو ديال الكاوكاو الا ضاعفتوا الكميه راه كتضاعفوا كلشي. من بعد كنضيف 50 غرام ديال الزبده اللي تكون مذوبه، الزبده النوازيط البنات. وصافي كنبدا نخلط في المسائل ديالي. يعني الا لاحظتوا ما ضفت لا مربى لا ما زهر لا حتى حاجه، يعني غنكتفي بهاد الزبده وهاد صلصه الكراميل فقط. صافي ما حدي كنجمع في العقده ديالي وكترجع ليا كيرجع ليا القوام ديالها غدا وكتقصح كيف ما غادي يبان لكم. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا عن قرب. شوفوا كيفاش كتجي معلكه، كتجي ما شاء الله، كتجي فيها واحد التعليكه رائعه وكتجي بنينه بزاف في المذاق ديالها. المهم البنات دابا انا غادي ناخذ هاد العقده هذه غادي نعبرها، غنشكل منها لي صغار ونشكل منها حتى البريوات.
داكشي علاش غادي تشوفوا معايا غندير جوج عبارات. بالنسبه للعبار ديال لي سيجار غندير فيهم 10 غرام، وبالنسبه للعبار ديال البريوات غنخلي فيهم 7 غرام البنات. هاد العبارات البنات كنعطيهم بالنسبه للاخوات اللي كيخدموا الطلبيات والأخوات اللي كتعجبهم الخدمه ديالهم تجي متقونه ومتيوله ومقاده. اما البنات اللي ما عندهمش مع قوه العبارات، حيت كاين شحال من وحده كتبغيش نستعملوا الميزان وكذا، فاللي ما بغاش تستعمل الميزان فبطبيعه الحال من حقها تعبر، يعني عينها ميزانها، غير هو تحاول تجيبهم قياس واحد ويكونوا صغار. وهنا من بعد ما كنسالي العقده ديالي، فهنا كنجيب الورقه ديال البسطيله ديال البخار البنات. من الافضل تاخذوا ديال البخار. في حاله ما اذا ما كانت متوفره ديال البخار فخذوا الورقه العاديه، ولكن حاولوا تشوفوا الورقه اللي تكون رقيقه صافي البنات. مهم بالنسبه للورقه كيف ما كنقول لكم دائما البنات ما تدخلوهاش للدار حتى كتساليو العقده ديالكم عاد تدخلوها للدار، خصوصا الورقه العاديه فكتكون دغيا كتقطع. صافي البنات من بعد كنا نوجد المسائل اللي غادي نحتاج. نوجد البيض ديال البيض باش غنلصق، والمسطره، مقاس، الاشياء كلها اللي غادي نحتاج تكون حدايا. بالنسبه للاخوات اللي عندهم حساسيه من البيض فممكن يعوضوه بالخليط ديال الطحين مع الماء، رغم انني كنفضل البيض ديال البيض هو اللي كيلصق مزيان وما كيتحلوش لكم نهائيا في القلي، ولكن كيف ما كنقولوا للضرورات احكام. صافي كناخذ الورقه ديالي البنات. هنا الورقه كتكون كبيره، كنحيد ليها الطريفات وكنقسمها على 8. بالنسبه لي صغار البنات انا عندي الورقه الكبيره فكنقسمها هو الاول هكا بهذا الشكل على النص، وكل نص كنعاود نقسمه على النص. المهم البنات حتى كنحصل كل ورقه كنخرج منها 8 ديال القطع. صافي كنحصل على مثلثات هكا بنفس القياس. ودائما البنات الورقه ديالكم غطيوها في بلاستيكه على جنب، وخذوا واحد الكميه 5 ل 4 القطع هكا واختموا بها. كناخذ الكميه باش غادي نخدم، كنحيد لي هذاك المثلث اللي كيكون الفوق البنات هكا باش كيجيوني لي صغار ديالي مفينين مزيان كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله. صافي كنسرح واحد الكميه، خديت هنايا 4 ديال القطع. دائما الجهه اللي حرشه كتكون الفوق والجهه اللي ملسه هي اللي كتكون لتحت. وبالنسبه للورقه فما كندهنوها لا بالزيت لا بالزبده، حتى جا كتكون مدهونه. الا كنتو استعملتوا ورقه الفيلو فغادي تدهنوها بشويه ديال الزيت البنات. صافي كناخذ العقده ديالي اللي العبار ديالها 10 غرام، كنحرب لها شويه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وكنحطها في هاد البلاصه هذه اللي كتكون طويله ديال المثلث كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا كنبدا نلوي الطريقه باش كنشكل لي صغار ديالي. فكنغطي العقده بالورقه اللي من جهتي، وكنجيب الاطراف بزوج الوسط وانا شاده من الجنب باش هكا كيجيوني مفينين مزيان من الجنب. هانتوما كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. وديما كنرد البال مع الجنيبات وانا كنبقى نلوي، وفي نفس الوقت كنرد البال نشوف واش مفينيه ليا ولا لا، وكنبقى غدا هكا حتى كنوصل في الاخير كنجيب البيض ديال البيض وكنحط واحد الكميه وكنلصق به. صافي هذه هي الطريقه باش كنشكل لي سيجار ديالي. هانتوما كيف ما كيبان لكم غنحاول نعاود معكم مره اخرى. فكنغطي هو الاول العقده ديالي وكنجيب الجنيبات هكا للوسط، وكنحاول وانا كنبقى مزيره، وصافي كنبقى نلوي هكا بهذا الشكل. دائما كنرد البال مع الجنيبات باش كيجيوني منفينين. راه البنات ديما العين كتاكل قبل من الفم كيف ما كنقولوا. نحاولوا نتقنوا العمل ديالنا ونفينيو مزيان باش هكا كيجيو في المنظر ديالهم رائعين، وبطبيعه الحال حتى في المذاق. صافي كنكمل انا بهذه الطريقه كيف ما كيبان لكم. دائما كنكولي اولا كنلصق بالبياض ديال البيض. وهنا بالنسبه للبريوات فكناخذ البنات المسطره والموس هو باش كنقطع. كنصحكم البنات وبشده ماشي ما تقطعوش نهائيا بالمقص. التقطاع بهذا بالموس وبالمسطره كيساعد بشكل مباشر باش يجيوكم البريوات مفينين، وكذلك حتى كيجي سهل جدا تقطعوا بالمسطره والموس احسن بكثير من المقص. المهم البنات انا كنشارك معكم كل شيء، يعني لي زاستيوس والحاجه اللي كتنفعني انا شخصيا، الحاجه اللي كنستعملها وعمليه بالنسبه ليا فكنشاركها معكم باش حتى نتوما تستافدوا. في النهايه الهدف الاول باش تطبقوا الوصفه وتصدق معكم كيف ما كتصدق معايا ان شاء الله.
صافي كيف ما شفتوا معايا في الاول راه حيدت الاطراف ديال الورقه، قطعت العبار ديال المسطره باش عبرت في الاول، يعني قطعت يعني العبار ديال المسطره بشكل عرضي، عاد باش بديت كنقطع بشكل طولي هاد العبارات هادو. بالنسبه لي انا عندي هنا الورقه كثيره حيت عندي كميه اكثر من هذه ديال البريوات. انا صورت معكم غير الكميه ديال نصف كيلو ديال الكاوكاو. صافي كيف ما كتشوفوا دائما كنعبر بالعبار ديال المسطره اللي هو تقريبا 4 سنتيم حتى كنكمل الكميه كامله. من بعد كنجيب واحد الكميه كنسرحها في سطح العمل. واذا كنتو غتسولوني على الطول ديال هاد الاشرطه فتقريبا نديرو فيهم البنات ابتداء من 30 32 35. هاد العبار هذا كتجي فيهم البريوات هي هذيك. بالنسبه لطريقه تشكيل البريوات فكيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما كنحط العقده ديالي كنسرحها شويه على شكل مثلث، يعني غير باش تاخذ لي لا فورم ديال المثلث، غير واحد شويه ما كنضغطش عليها بزاف. وصافي كنرد عليها داك الطرف الاول ديال الورقه وكنبقى غادا هكا، وانا كنقاد البريوه مزيان من الجنيبات، كنركز مزيان على الجنيبات باش هكا كتجيني مفينيه. يعني في الاول كتركزوا مع العقده ديالكم كتقادوها باش هكا من بعد كتكملوا بطريقه سهله، يعني كتقاد لكم من بعد مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا كنضغط عليها غير واحد شويه على شكل مثلث، كنرد عليها الورقه وكنبقى مره اليمين مره الشمال حتى كنسالي البريوه ديالي. بالنسبه لواحد الحاجه بغيت نشير ليها البنات، بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يطبقوا الوصفات ديالي، فكنتمنى من كل قلبي تطبقوا الوصفه دو ا زد، حيت ما يمكنش البنات تطبقوا مثلا تطبقوا النص والنص الاخر لا. مثلا هاد العبار ديال العقده راه كيمشي مع هاد العبار ديال الورقه، فما يمكنش ديري العقده مثلا ديريها اكثر من 7 غرام، يعني تجي كبيره على الورقه، فاكيد غادي تفرقعوا عليك مثلا في القلي، ولا غادي تجي العقده كثير على الورقه. صافي البنات انا كنعطيكم العبار ديال كل حاجه باش تجيبوهم هما هادوك، وانا متاكده اللي طبق الوصفه راه اكيد غادي تنجح ليها غتعجبكم ان شاء الله النتيجه في الاخر، خصوصا الا تبعتوا هاد النصائح هادو غيجيوكم فينين وغيجيوكم هماويين. وملي كنوصل البنات الطرف الاخير ديال الورقه راه كنلصق بالبيض ديال البيض. الا شاط لكم شي طريف هكا قطعوه ماشي مشكل، المهم حتى تجيبوا البريوه ديالكم مفينيه. صافي من بعد ملي كتساليو كتخليوهم البنات حتى كينشفوا، يعني على الاقل واحد نص ساعه هكاك ولا ساعه في بلاصه تكون مهويه باش دغيا كينشفوا لكم. عاد كتبداو في الطياب ديالهم. وبالنسبه للعسل البنات ضروري كنأكد عليها البنات، هذه حاجه ضروريه يكون العسل ثقيل، والعسل ديالكم خصو يكون قهوي، هذا هو العسل اللي كيكون ثقيل. الا شفتوا العسل ديالكم صفر البنات هذاك راه دغيا غادي يتسكر لكم ودغيا غادي يهبط لكم من المعسلات ديالكم. صافي البنات العسل البنات الثقيل هو اللي كيبقى شاد في المعسلات وهو اللي كيعطي اللمعه للبريوات. شحال من وحده صراحه كتسولني على ديك اللمعه اللي كتجي في البريوات، فبسبب هذا العسل البنات اللي كيكون ثقيل. وهنا ملي كنبغيو نعسلو به فضروري كتسخنوها البنات حتى كيرجع لكم جاري. وهنا كنوجد الزيت ديالي والمسائل كامله اللي غادي نحتاج، وكنخلي الزيت حتى كتسخن مزيان. عاد كنلوح عليها، وقبل ما نلوح عليها البريوات ديالي ولا لي سيغار ديالي كنقص عليها العافيه وكنخليها ما بين متوسطه ومهيله، يعني ما كتكونش مهيله بزاف، كتكون ناقصه شويه، كتكون متوسطه. صافي كنحط عليها لي سيغار، هنا بديت باللي سيغار وكنخليها واحد اقل من دقيقه حتى كيشدوا في راسهم. عاد كنبدا كنحركهم هكا بشكل جماعي، انا درتهم كاملين دقه واحده. والزيت بطبيعه الحال تكون غزيره. انا دائما كنفضل نقلي في الكوكوط. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يقليو في المقلم ماشي مشكل، المهم غير الزيت تكون غزيره كيف ما كتشوفوا. وصافي كنبدا نحرك بطريقه باش كيف ما كتشوفوا بشكل دائري، باش هكا كياخذوا لي واحد اللون موحد، يعني ما يجوش محمرين من الجناب والوسط لا ولا هكا، ضروري من هذه الطريقه باش كيجيكم محمرين من الجوايه كاملين. صافي البنات غير يبان لكم تذهبوا شويه كيف ما كتشوفوا لون ذهبي مفتوح هكا. صافي كتحطوهم كتحيدوهم من الزيت، وطبعا كنحيد دائما الفائض ديال الزيت هكا باش ما كنوسخوش العسل ديالنا بديك الزيت، بواسطه واحد المنديل او بالورق ديال المطبخ. وعطيهم البنات الوقت ديالهم في الطياب.
يعني خليهم يتحمروا شويه حتى يبان لكم داك اللون الذهبي مفتوح، حيت الا خليتوهم يا البنات باقيين يعني باقي ما طايبينش مزيان من بعد، راه هذا هو السبب اللي كيخليهم يرطبوا لكم. يعني كيبقاو على الاكثر واحد الاسبوع وكتشوفوهم كيرطبوا، ما كتبقاش فيهم تقرمشه. دونك ضروري باش يجيو مقرمشين ضروري خصهم يطيبوا مزيان والورقه طيب حتى من الداخل. صافي البنات، وفي نفس الوقت ما تحمروهمش بزاف باش عاود ما يجيكمش قاصحين. صافي من بعد كنحطهم في العسل. كيف ما كتشوفوا العسل راه جاري كيف كتشوفوا، يعني سخنته مزيان، ماشي حتى طلع فيه الغلي وانما يكون سخون مزيان. عاد كنحط فيه لي سيغار ديالي ولا القرنطات ديالي، وصافي كنبقى نرد عليهم داك العسل، ندخلهم مزيان في العسل حيت كيطلعوا للفوق. وصافي وفي نفس الوقت كندير هنايا البريوات، الكميه كامله كنديرها ديال البريوات. وبنفس الطريقه باش طيبت لي سيكار هي باش غنطيب البريوات. كنبقى هكا كنخليهم واحد شويه حتى كيشدوا في راسهم، عاد كنبدا نحركهم هكا بحركه دائريه باش هكا كياخذوا لي واحد اللون ذهبي موحد. هذه هي الدرجه فاش كنخليهم كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد كنديرهم في نفس الاناء فاش وضعت العسل، حيت عندي كميه قليله. صافي كنخليهم في العسل البنات، ضروري تخليهم واحد المده، يعني على الاقل واحد 3 سوايع حتى كيشربوا لكم، حتى كيبدا يبرد فيهم داك العسل. عاد تسقطروهم في شي شبيكه وتخليهم حتى كيسقطروا مزيان، عاد كتزينوهم. انا بالنسبه لي الطريقه اللي بغيت لي سيغار باللوز كونكاسي، وهاد البريوات هادو زينتهم هنايا كيف ما كتشوفوا. طحت عليه هاد الفكره وانا نطبقها، جات غزاله صراحه. هاد البودر او الملون الذهبي كيجي هكا في الدوغي، كيكون على شكل غبره، وكنبقى نرشوه هكا شويه من الفوق. كيعطي واحد المنظر رائع صراحه. وكيبقى لكم الاختيار زينوا بالطريقه اللي بغيتو. انا غير بغيت نشارك معكم هاد الطريقه هذه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بالنسبه للبنات الكميه اللي خرجت لي، هذا الكميه ديال نصف كيلو ديال الكاوكاو، فخرجت لي كيلو وربع ما بين قنينطات وبريوات او لا اكثر بشويه. وبالنسبه للثمن البيع فكنخرجهم البنات ب90 درهم للكيلو. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ، فبالنسبه للاخوات اللي غيحتفظوا بهم يعني غيخدموهم للدار ديالهم، فكدير البوطه اللي كتكون كتسد مزيان. وبالنسبه للاخوات اللي يعني اللي غيخدموهم لي كوموند، فكتاخذوا البوطات ديال لي كوموند كتفرشوا الطبقه الاولى ديال المعسله، وراها فوق منها كتفرشوا البلاستيكه اولا ورق المطبخ، ومن بعد كديروا معسله وهكا غاديين حتى كتكملوا الكميه اللي بغيتو. ممكن تحتفظوا بهم البنات غير في المطبخ، يعني غير في البلاكار عادي، غير البوطه تكون كتسد مزيان. وإلا بغيتو ممكن تدخلوهم للثلاجه، وإلا بغيتو المده اطول فممكن تحتفظوا بهم في المجمد. كيف ما كنقول لكم راه واخا يبقاو عندكم حتى عام ما غتوقع لهم حتى حاجه. ولكن الا تبعتوا هاد النصائح هادو يعني في طريقه الطياب وطريقه العقده وكل شيء. صافي ما بقى لي الا نخليكم البنات في امل اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتشاركوا معايا التطبيقات ديالكم في الحساب ديالي على الانستغرام. انا غنخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. فوصلنا لنهايه الفيديو، كنظن قلت كل شيء بالنسبه بخصوص هاد البريوات هادو وهاد القنينطات. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، في امان الله.